انا اتخطفت في الزاويه اتبعت اعضاء بشريه. قعدت من 2019 لغايه 1/3/2025 انا في ليبيا. اليوم اللي دخلت فيه ايطاليا في الاربع سنين اصلا بحاول ان انا اطلع ايطاليا. تحصل لك حاجه بترجع تبدا من الاول، بتخش السجن بتدفع فلوس وهكذا. يعني انا يمكن في الاربع سنين دول ركبت البحر 16 مره، منهم 3 مرات على البحر بنتحبس، بنخش حبس اسمه بير الغنم، وبنتحبس وبنطلع وبنخش سجن ثاني وهكذا. بتطلع بتدفع $2000 عشان تطلع. انا حصلت لي مره في الزاويه ان انا اتخطفت في الزاويه اتبعت اعضاء بشريه. وتسابوك ازاي؟ انا فصيله دم ايه موجب، هي في فصائل دم مطلوبه هناك. كان بمزاجك ولا كان غصب لا عنك؟ ده غصب عننا، احنا رايحين مسافرين والناس دي بعتنا المستشفى الطبي بتاعت الزاويه في ليبيا. في ليبيا عارفين الكلام ده كويس، يعني في بيصحوا بيلقوا جثث متخيطه وفاضيه، احشائها فاضيه. انت ما بيقولكش ان انا هبيعك اعضاء، وبياخدك اساسا بياخدك بيحطك في مكان كويس وان انا بسفرك ايطاليا وهكذا. بيخدروك بياخدوك بالعافيه. في ناس سحبت منها عينات دم بالعافيه بالضرب، واللي في ليبيا واللي في الزاويه عارفين الكلام ده. كل الناس ازاي بقى؟ بتسفر. يعني انا مثلا بسافر، انا سافرت عن طريق حد سوري كان بينزل بضاعه للمحل اللي انا شغال فيه، فتعرفت عليه قلت له عاوز اسافر، عرفني على واحد ليبي. الواحد الليبي ده وداني عند ناس في الزاويه، الناس دي ودتني عند ناس ثانيه، في دكتور وفي عندهم مشرح وفي عندهم كل حاجه. قالوا لك انت هيسفروك هجره شرعيه انت بتسافر ايطاليا، انت بتركب البحر النهارده. طبعا انت خدنا، لا انا لازم ننقلك مكان ثاني، خدوك من المكان ودوك مكان محذوف. طب جابوا 3 في 2، المهم كملنا 13 نفر. جيب الليل خدوا 7. انا طلعت بفلوس. كلموا الناس قالوا عاوز الراجل اللي معاك طلع عبيد يدفع فلوس عليه ويطلع. الناس اللي في البحر دي في منها ناس بتتاخد وبتتقطع وبتتباع، وفي مراكب بتغرق من على الشط، وفي ناس بتتاخد بياخدوها هم نفسهم، بياخدوها نفسها بيصفوها بيضربوها من على البحر. احنا نفسنا واحنا طالعين البحر ضربوا نار علينا اصلا. كلام بجد؟ الكلام ده جد. انا يا احمد لما كنت في الزاويه انا كسروا لي ايدي في الزاويه. ليه كسروا لك ايدك ليه؟ ضرب وتعذيب. انت عند ناس ما فيش رحمه، انت واقف عليك في المخزن ما عندوش رحمه، بيبصرك ان انت مش بني ادم، انت تحت رحمه، انت تقدرش تتكلم، انت واخد منك تليفونك واخد منك كل حاجه. انت لما لقيت كل ده بقى ليه ما رجعتش مصر؟ انا كنت فاكر ان انا جنه، جيت هنا لقيت استغلال، جيت ما حدش بيحب حد هنا. يعني انا فاكر الايطالي اللي بشوفه في الفيديوهات بس اللي هي صورتين 3، لكن لما جيت هنا صدمت بالواقع. لا صاحب شغل بيرحم، لا صاحب سكن بيرحم، وما فيش رحمه، ما حدش بيسال في حد هنا. هنا يقول لك مصلحتي ثم مصلحتي بس.